وبعد الفرح ما خلص والاتنين دخلوا زيهم زي اي عروسين، تعالوا نشوف بقى اللي حصل ايه بعد ما دخلوا على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفرح بتاعنا كان زي ما حضراتكم شايفين كده، زي بتاع الناس الزوات اللي هي العرايس اللي بتلبس قصير خالص ديت، والافراح بقى اللي بتبقى مليانة بقى شرب ورقصات وتبقى بقى اخر ما اول اخر، عشان خاطر طبعا يتقال بقى ان هو فرح. كان فرح ايه؟ الكل كان بيتكلم عنه، والعريس صاحب بيحكي وبيقول الفرح بتاعنا كان كده بالظبط. ولكن بعد ساعات من الفرح العريس خلص على عروسته. خلصت عليها ليه؟ وده اللي هنقوله في الجريمة اللي هنتكلم عنها النهاردة. العريس بيحكي وبيقول عملنا فرح الكل كان بيضحك عنه زي الافراح الناس الزواج، تمام. وكنا بنحب بعض احنا الاتنين، واتخطبنا 8 شهور زي الفل. وعملنا بعد الفرح بقى دخلنا احنا الاتنين والناس بقى مشيت والمعازيم باركونا، ودخلنا احنا الاتنين. واول ما دخلنا يا دوبك قلعنا اللبس اللي احنا لابسينه وغيرنا اللبس اللي هو بتاع الشغل بتاع الدخلة وكده. وبعدين فتحنا بقى ازازتين شمبانيا، بسم الله ما شاء الله. يعني ما خدتوش كوبايتين لبن وصليتوا ركعتين، لا لا لا، احنا بناخد على طول، بندخل على طول بناخد شمبانيا على طول، تمام. وبعد الشمبانيا قال لك بعد الشمبانيا بقى بصينا، حسيت بقى انا لقيتها هي بتتكلم كلام كده ايه شمال، وانا بسمع منها، وقاعده تقول لي صديقي وبتتكلم عن صاحبي ان هي كانت ماشيه معاه، وان راحت معاه مش عارف فين، وراحت معاه في اي نعم. هي ما اقامتش معاه علاقه ولا حاجه، لكن اللي انا سمعته انا استغربت من اللي بسمعه ده. قلت ايه ده؟ كل ده كان امتى وكان فين؟ كانت بتحب صاحبي بقى وماشيه معاه وانا ما اعرفش ولا ايه؟ المهم قلت يمكن من حاله السكر اللي هي فيها قاعده تتكلم يمين وشمال. يا عم عدي الليله على خير. وعدينا الليله احنا الاتنين بقى كده زي اي اتنين عرسان، والليله عدت على خير. وقمنا النوم تاني يوم بقى على الظهريه كده. وبعد ما قمنا من النوم طبعا على طول بنتصبح برضه بالشمبانيا، وبنشرب الشمبانيا احنا الاتنين. وبرضه لقيتها بتتكلم برضه كلمة يمين وكلمة شمال، وبتتكلم برضه عن صديقي وعن اللي كان بيحصل معاهم هما الاتنين، والخروجات اللي كانوا بيخرجوها، والأعمال اللي كانوا بيعملوها مع بعض هما الاتنين. أنا سمعت اللي هي بتقوله ده، ما قدرتش أمسك نفسي، دخلت المطبخ جبت السكينة وقعدت أضرب فيها أكتر من 40 طعنة. الراجل ده 43 طعنة، ده من كتر اللي هو سمعه. يقول لك انا ما قدرتش استحمل اللي انا سمعته ده، والاخر ودى نفسه في داهية وقتل عروسته تاني يوم من الجواز. كل ده علشان خاطر ايه بقى؟ طبعا الناس قامت اهلها جايين علشان خاطر بقى يباركوا الصبح. بسم الله ما شاء الله، فتح لهم الباب والسكينة في ايده، وتم القبض على العريس، واخرته طبعا هيكون عشماوي. ليه احنا الطريقة بتاعتنا دلوقتي يبقى اي نوع من التفاهم ندخل المطبخ ونجيب السكينة؟ يعني نمنع السكاكين دي من المطبخ ولا ايه الحكاية دي؟ ايه حكاية كل جريمة يقولك دخل المطبخ وجاب السكينة، دخل المطبخ وجاب السكينة وقتل عروسته، واللي قتل اخوه واللي قتل اخته؟ يعني ليه احنا اسهل حاجة عندنا دلوقتي على طول بقت لا ما نصبر. اصبر يا عم لما تفوقوا انتوا الاتنين من الشمبانيا اللي انتوا فيها، وتبقى اتكلم معاها وشوف الموضوع حقيقي ولا مش حقيقي، ووصل لغاية فين، ومش عاجبك طلقها. لكن تقتل وتضيع نفسك وتضيعها، هنقول ايه غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.